السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مسارة تيفي. اليوم غندير معكم فيديو جديد، فيديو ديال العدس. هذا وقته. العدس كان أكلة شتوية كتعطينا الطاقة وكيجي زوين وتنديرو طريقة زعما سريعة، في ساعة كيطيب. خليكم معايا تشوفوا الفيديو الى الاخر وتشوفوا الطريقه. اولا عندي العدس، كناخذ العدس ضروري ترقدوه واحد 4 سوايع او ليله كامله. انا كنشد العدس راه انا رقيته ورقدته راه ليله كامله. داك الترقاد حتى يحيد منه حتى واحد الماده اللي كتعطينا انتفاخ وتعطينا الغاز، اللي هذه واحد الطريقه ضروري القطنيات تفزكوهم. اللوبيا ولا العدس ولا الفول ولا الجلبانه الكارمه ضروري فزكوهم ليله كامله، كتحيد منهم ديك الماده اللي كتعطينا انتفاخ. هانتوما كي كتشوفوا معايا راه رطاب والحجم ديالو تزاد مرطاب. هاد الا رطبتوه كيساعدكم حتى على الطياب، في ساعه كيطيب. كنحتاج ليه شويه ديال اللحم، اللي بغى يديرو بلاش يديرو. وهاد الطرف ديال الشحمه، عرفتوا الشحمه دابا كتعطينا الطاقه، تعطينا السخونيه، كنحسوا بالسخونيه وكتجي في العدس زوينه. القدر اللي عندك، والقزبر ومعدنوس، واحد البصله متوسطه الحجم، وحتى 5 ديال الفصوص ديال الثوم. الثوم حتى هي راه مزيانه في هذا البرد وكتجي زوينه مع العدس. 5 حتى 4 هكاك. وتندير فيها الطوماط سوريز، اللي عنده العاديه يديرها. انا كنفضل هذه ما فيهاش الحموضيه بزاف وكتعطينا حتى اللون ديال الحموريه، ما كيجيش محمض بزاف تاني. هذه حلوه ناقصه في الحموضه. تناخذ قياس 2 مطيشات، اللي عنده المطيشه كبيره يدير 2. كنسلقها ونطحنها ولا كنحكها هكاك. التوابل كنحتاج الثوم، التحميره وابزار والكركم وسكينجبير. معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه كبيره ديال التحميره. وكنحتاج الملح من طبيعه الحال، ضروري الملح. كما كتشوفوا معايا انا قطعت هذاك اللحم والشحمه، تنقطع طريفات صغار، تندير واحد شرائح رقاق باش في ساعه كطيب. اللي بغى يدير حتى الدجاج يقدر يديرو، اللي بغى يدير غير العظومه اللي عنده العظومه. كنشلط ديك البصله مزيان ولا تحكوها، اما تشلطوها مزيان رقيقه اما تحكوها. وتندير واحد 2 معلقات ديال زيت المائده مع ديك البصله مع الطريفات ديال اللحم والشحمه. صافي كنحطهم تنشحرهم مزيان حتى تذوب ليا ديك البصله مزيان. تنحاول نقليهم مزيان. صافي كنكون حضرت هذيك مطيشه حتى هي تنزيدها تنشحرها حتى هي مع هذيك البصله واللحم حتى تغلي مزيان تطبخ. كما كتشوفوا معايا راه تشحرات البصله ومطيشه واللحم.
كنزيد القزبر والمعدنوس اللي كنقطعهم تما رقاق مع الثومه كنحكها. الثومه راه حكيتها راه كاينه مع الربيع. القزبر والمعدنوس كنزيد واحد المعلقه صغيره عامره ديال الملحه. صافي كنصفي هذاك العدس اللي مفزقه وكنزيدو واحد نصف معلقه ديال الكمون، ضروريه واحد نصف معلقه ديال الكمون. صافي دابا كنزيد ليه تقريبا واحد الليطر ديال الماء يكون غليان، ما تزيدوش الماء بارد، كنزيد ليه الماء يكون غليان تقريبا شي ليطر ديال الماء. صافي كنزيد واحد جوج فلفلات حارين، صافي كنسد عليه تقريبا حتى ل 25 دقيقه بحال هكاك، نصف ساعه، وتيكون واجد لينا طيب كما كتشوفوا معايا. انا حطيته تيجي طيب وما كيذوبش هذاك العدس، كيبقى لينا في الطبيعه ديالو، ما كيتخواش من الداخل حيت تتفزقيه ديجا. وكنرافقوا مع الخبز ديال القمح. وهانتوما كتشوفوا معايا، ونتمنى يعجبكم وديروا هاد الطريقه وهاد التجربه، راه كيجي لذيذ مذاق رفيع. واللي عجبو الفيديو اشترك في القناه ديالي ودير ليا لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.